ازيكم؟ معاكم احمد صالح من ريكتايل فيتنس. النهارده هنتكلم عن شويه حروف كده بنشوفها كلها متعلقه بالقلب، بس يعني هي ايه، بتلخبط شويه. فخلينا نمسك حاجه واحده. ايه هي الحاجه دي؟ اللي هي الار اتش ار او ريستنج هارت ريت. ايه ريستنج هارت ريت ده؟ دايما بتشوفه على الساعه بتاعتك. ريستنج هارت ريت ده اللي هو اقل معدل لضربات القلب. في حاجه اسمها بي ام اللي هي بيت بير مينت. يعني ايه بيت بير مينت؟ اللي هو قلبك بيضرب كام ضربه في الدقيقه. ايه المتوسط بتاع البيت بير مينت ده؟ في الافرج العادي يعني للادلت من 60 ل 80 ضربه في الدقيقه. الافرج بير ادلت هو 72 ضربه في الدقيقه. طب ال 72 ضربه في الدقيقه دول امتى؟ دول الريستنج هارت ريت بتاعك. يعني ايه؟ يعني لما تبقى مريح. يعني انت دلوقتي نايم، صحيت الصبح، لو لابس ساعه هتبص فيها هتشوف الريستنج هارت ريت بتاعك في ساعتها على طول، لو انت لسه ما عملتش مجهود خالص، او ان انت خلاص في يومك العادي قعدت وجسمك هدي خالص، والهارت ريت هتلاقيه بينزل تدريجيا. اول ما تبقى في ريلاكسنج مود يعني تماما، هتقدر تقرا الريستنج هارت ريت بتاعك. طيب ليه هو مهم؟ اقول لكم ليه مهم. دلوقتي لو انا ضربات قلبي كتير، يعني مثلا واحد ضربات قلبه 80 ضربه في الدقيقه وهو مرتاح، واحد تاني ضربات قلبه 50 ضربه في الدقيقه وهو مرتاح، ايه الاحسن؟ الاحسن الاقل. طب ليه؟ يعني ايه اصلا ضربات القلب؟ ضربات القلب دي يعني القلب بينقبض، بيعمل كده ضربه، تمام؟ فبيعمل الضربه دي ليه؟ عشان يودي الدم للعضلات، والدم ده بيكون طبعا شايل اكسجين عشان يوديها العضلات. طيب لو انا قلبي بيعمل كده 1 2 3 4 5، اوكي، عشان يودي كميه دم معينه لعضلاتي. طيب واحد تاني في نفس الوقت قلبه عمل كده ضربه واحده وودى نفس كميه الدم، يبقى مين قلبه اقوى؟ اللي عمل ضربه واحده. معنى كده ان كل ما ضربات قلبك تقل في الدقيقه الواحده، يبقى انت قلبك اقوى او صحته احسن او بيودي الدم بطريقه اسرع. اشرحها لكم بطريقه تانية. يعني لو انت دلوقتي في عربيتين ماشيين جنب بعض، العربيتين ماشيين على 100 كيلو في الساعه، بس واحده الار بي ام بتاعها 4 وواحده الار بي ام بتاعها 2، فمعنى كده ان الاثنين دي موتورها اقوى. هي نفس الفكره بالظبط. ده الموتور بيلف اقل بس بيوصله نفس السرعه، ده موتور بيلف اكتر بيوصله نفس السرعه. فمهم يعني في الاخر، ليه تعرف الريستنج هارد ريت بتاعك؟ قبل ما تبتدي التمرين او التدريب بتاعك قيسه، تمام؟ لقيته مثلا 70، اوكي، طب كمان شهر بصيت عليه لقيته بقى 68، ده يبقى فيه بروجرس. وضربه او ضربتين دي فرق، مش حاجه قليله يعني، فكده يبقى فيه بروجرس. طيب احنا قلنا دلوقتي ان الافرج ادل تقريبا 72. طيب لو حد اثليت، لو حد محترف او رياضي، لو ادلت هيبقى تقريبا من 40 ل 50. فده فرق كبير قوي ما بينه وما بين الانسان العادي. فمهم دايما اعرف الريستنج هارت ريت بتاعك وقيسه كل شهر عشان تعرف ان في بروجرس ولا لا. طب ايه اللي بيأثر في الريستنج هارت ريت بتاعك؟ طبعا السن، مستوى اللياقه البدنيه، الفتنس ليفل بتاعك، الاكسرسايز اللي انت بتعمله، ودرجه الحراره بتاعه الجو برضو بتفرق، ولو بتاخد ادويه. دي الحاجات اللي ممكن تفرق معاك. بس ففي النهايه قيس الريستنج هارت ريت بتاعك ودايما تابعه كل شهر عشان تعرف في بروجرس ولا لا. يا رب ما كنتش صوتت عليكم. سلام.